مساء الفل عليكم. لو بتسمعني دلوقتي فأنا عايزاك تفضل معانا للآخر، لأن الحلقة دي ممكن تغير حياتك أو حياة حد قريب منك. إحنا هنتكلم عن الغذاء الذهبي لمرضى الضغط. أيوة، أكلات لو دخلت مائدتك يومياً ضغطك ممكن ينزل من غير دواء. معايا النهاردة الدكتورة يسري الشافعي، استشاري القلب وضغط الدم، واللي عندها قصص ملهمة جداً من عيادتها مع مرضى الضغط. أهلاً بيكي يا دكتورة يسر. أهلاً بيكي يا سهر، وأهلاً بكل المستمعين. بصراحة الموضوع ده من أحب الحاجات لقلبي، لأن أنا بشوف يومياً إزاي الأكل بيكون علاج حقيقي مش بس وقاية. طب خلينا نبدأ من الأساس، يعني إيه الأكل ممكن ينزل الضغط؟ مش هو مجرد سعرات وطعم؟ هنا المفاجأة، الأكل مش مجرد سعرات يا سهر. الأكل عبارة عن عناصر غذائية بتأثر مباشرة على الشرايين والقلب. في نظام عالمي اسمه داش دايت، ده معمول مخصوص لمرضى الضغط وبيعتبر المرجع الذهبي للتحكم فيه. كان عندي مريض اسمه عم حسين، ضغطه 160/100، بياخد علاج ولسه مش منتظم. أول ما دخلنا خضار وفاكهة وحبوب كاملة في أكله ومع شوية تقليل ملح، بعد 3 أسابيع الضغط بقى 135/85 من غير ما نزود أي دواء. طب يا دكتورة قوليلنا بقى، إيه الأكلات اللي نعتبرها ذهبية للضغط؟ تعالي نقسمها. رقم 1، الخضار والفاكهة، غنية بالبوتاسيوم وده بيعادل تأثير الملح. أمثلة زي الموز، البرتقان، الرمان، الأفوكادو، السبانخ، البطاطا الحلوة. تجربة عملية، جرب كل يوم تضيف سلطة ملونة فيها 3 ألوان مختلفة من الخضار. رقم 2، الحبوب الكاملة زي الشوفان، البرغل، العيش الأسمر، دي بتحسن الدورة الدموية وتقلل الكوليسترول. رقم 3، البقوليات والمكسرات، الفول، العدس، الحمص، ده بروتين نباتي مفيد، ومكسرات غير مملحة زي اللوز والجوز، فيها مغنيسيوم بيريح الشرايين. رقم 4، اللبن قليل الدسم، الكالسيوم مهم جداً لتنظيم انقباض الأوعية. رقم 5، الأسماك الدهنية، السالمون، السردين، الماكريل، الأوميجا 3 فيها بيخلي الشرايين مرنة. طيب زي ما في أبطال أكيد في أعداء. مين الأكل اللي لازم نبعد عنه؟ بالظبط، أخطر عدو هو الملح، المفروض ما يزيدش عن معلقة صغيرة في اليوم. كمان الأكل المصنع والمعلبات زي اللحوم المصنعة، الشيبسي، المخللات، والدهون المهدرجة والزيوت الرخيصة. وياريت نقلل من الكافيين. في واحدة مريضة عندي كانت بتحب المخلل جداً، أول ما قللته للنص الضغط عندها اتحسن بشكل ملحوظ بعد أسبوعين بس. طب إيه الحيل اللي ست البيت أو أي حد ممكن يعملها في مطبخه يومياً؟ جربي الأعشاب بدل الملح زي الريحان، الزعتر، الكركم. اشربي من 6 ل8 كوبايات مية يومياً. بدلي المشروبات الغازية بمية بليمون أو عصير طبيعي. اعملي خضار سوتيه أو مشوي بدل المقليات. المرة الجاية وانت بتطبخي جربي تشيلي معلقة ملح من الأكلة وزودي عصير ليمون أو توم أو أعشاب. شوفي طعم هبة ألذ إزاي. طب يا دكتورة لو واحد عايز يطبق النظام من بكرة، يومه هيكون شكله إزاي؟ الفطار، شوفان بالحليب قليل الدسم مع موز مع حفنة مكسرات. الغدا، سمك مشوي مع سلطة كبيرة وأرز بني. العشاء، عدس بالشوفان أو حمص بخبز أسمر مع خضار سوتيه. سناك، ثمرة فاكهة أو مكسرات غير مملحة. بصراحة يا دكتورة اللي سمع الحلقة دي معانا دلوقتي أكيد عنده صورة واضحة إزاي الأكل ممكن يبقى العلاج الأقوى. بالظبط، الغذاء الذهبي لمرضى الضغط ببساطة هو أكل طبيعي متوازن قليل الملح وغني بالخضار والفاكهة. وجربوا نظام داش حتى أسبوع واحد بس، هتحسوا بالفرق في طاقتكم ونشاطكم. شكراً لحضرتك دكتور يسر، نورتينا واستفدنا كتير. لو الحلقة عجبتك شاركها مع أي حد تعرفه بيعاني من الضغط، وافتكر تعمل لايك واشتراك علشان الحلقات الجاية أقوى. استنونا في الحلقة الجاية، هنتكلم عن أخطاء شائعة لمرضى الضغط بتخلي العلاج ما يجيبش نتيجة.